الزوج ده هو وزوجته كل ما يروح يزوروا اهلها زوجته بتتحول لشخصيه تانية خالص. مجرد ما توصل بيت اهلها بتنساه وتنسى كل حاجه. زي ما انتوا شايفين اديته الولد الصغير وسابت الشنط وجريت على والدها ووالدتها. الام قالت لها اقعدي اتكلمي شويه مع باباكي لغايه لما اعمل لك الاكل. قعدت وفردت رجليها في وش باباها. فزوجها قال لها عيب اللي انت بتعمليه ده. فباباها قال له سيبها سيبها، انا معودها على كده، دي بنت حبيبتي. بعدها بشويه حطوا الغدا، قطمت حته اللحمه وادت الباقي لمامتها. فجوزها قال لها انت ازاي تديها حاجه انت قاطمه منها؟ فالام ردت وقالت له ده على قلب زي العسل. بعد الغدا نايمه على رجل مامتها زي الاطفال، ومامتها بتاكلها عنب، كمان بتسرح لها شعرها وبتعاملها كانها طفله صغيره. خلص اليوم والبنت راجعه هي وجوزها بيتهم. جوزها يقول لحماه انت مدلعها قوي. قال له بنتي دي مهما كبرت هتفضل في نظر طفله صغيره، هي كمان لما بتيجي هنا تبقى عايزه تنسى الدنيا واللي فيها. اولاد بيفضلوا برضه في احتياج للاب والام حتى لو الاب والام كبروا في السن.